ولقطاتنا النهارده من مباراه النادي الاهلي والزمالك قمه الدوري المصري، وكانت النادي الاهلي النهارده عمل رومنتادا قويه جدا 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 على نادي الزمالك وفاز على الزمالك 2-1. وكان بقى اول لقطاتنا النهارده جمهور الاهلي بدا التشجيع من بدري قوي، بدا بقى ايه الاجواء بتاعه الاستاد. واللقطه الثانيه بعد كده كمان واحد زملكاوي يعني فخور انه زملكاوي وقاعد في الثالثه شمال مع جماهير الاهلي، دي كانت لقطه حلوه. والنهارده على فكره كان في اجواء روح رياضيه جامده قوي النهارده، يعني حتى قناه النادي الاهلي كانت بدات بالمبادره الجميله دي. جماهير الاهلي طيروا البالونه البيضاء في المدرجات دي كانت يعني ايه يعني عادي، يعني بيهزروا مناقشات عاديه مش مشكله يعني. حسام عبد المجيد بقى ايه كان هيجيب جون في نفسه، وكانت لقطه كانت غريبه جدا يعني، حبينا حتى نجيبها لكم. الكوره كانت خلاص يعني ولا اجدعها مهاجم. وفرحت جماهير الزمالك بقى بالهدف الاول في شباك الاهلي، وما كانوش مصدقين نفسهم. كانوا يعني الفرحه كانت كبيره جدا جدا جدا. والمحترم محمد شحاته انا بحبه جدا، قعدت معاه برده زي ما قلت لكم قبل كده، قعدت معاه مره ومرتين. لا لعيب محترم بالامانه يعني، محمد شحاته المحترم. كان من ساعتها بقى اللقطه دي مش ملاحق، حتى هو تصوير مع المحبين وكده. اللقطه اللي بعد كده بصوا كانها فرحه الفوز، فرحه جنونيه للاعبي وجماهير النادي الاهلي بالتعادل مع الزمالك. واللقطه بعد كده بقى ايه لقطه الهدف الثاني من ضربه جزاء من في شباك الزمالك، وكانت فرحه اللعيبه بالتعويض. اللقطه اللي بعد كده كان ما بين فرحه الاهلاويه وحصره الزملكاويه، كان في سور واحد كده ما بينهم. كانت لقطه برده ايه كويسه، حبينا نجيبها لكم. وعماد النحاس بقى، عماد النحاس بقى ما كانش مصدق ان الفرصه دي كانت بتضيع، يعني هو عمل رد فعل كده وكان فعلا فرصه كانت يعني. كان الاهلي بعد ما جاب الجون الثاني كان في كذا فرصه ضاعت، ما تفهمش دي ضاعت ازاي. حزن بقى الست توتره في الدقائق الاخيره من المباراه، ودي كانت لقطه برده ايه يعني كان نفسه يكسب الاهلي. واللقطه الاخيره جماهير الاهلي والزمالك ختموها بمشهد يعني زي ما يكون ايه حرب الازايز يعني الدنيا كانت في الاول كانت حلوه وجميله، قلبت في النهايه في المشهد ده. دي كانت كل لقطاتنا من مباراه الاهلي والزمالك. اراك ضحك.